باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبد الله قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم الكذب. الكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع، فيقول حصل كذا وهو كاذب، أو قال فلان كذا وهو كاذب، أو ما أشبه ذلك، فهو الإخبار بخلاف الواقع. واعلم أن الكذب أنواع: الأول الكذب على الله ورسوله، وهذا أعظم أنواع الكذب، لقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. واللام في قوله ليضل الناس بغير علم، اللام لام العاقبة وليست لام التعليل، فهي كقوله تعالى في موسى صلى الله عليه وسلم: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وهم ما التقطوه لهذا، ولكن الله تعالى جعل العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا. وهكذا من افترى على الله كذبا فإنه بافترائه يضل الناس بغير علم. والافتراء على الله نوعان: النوع الأول أن يقول قال الله كذا وهو يكذب، كاذب على الله، ما قال الله شيئا. والثاني أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله، لأن المقصود من الكلام معناه، فإذا قال أراد الله بكذا كذا وكذا فهو كاذب على الله، شاهد على الله بما لم يرده الله عز وجل. لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد سائغ وأخطأ في تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الله قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا تعمد أن يفسر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعا لهواه أو إرضاء لمصالح أو ما أشبه ذلك فإنه كاذب على الله عز وجل. وهكذا من بعده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يقول قال رسول الله كذا ولم يقله، لكن كذب عليه. وكذلك أيضا إذا فسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير معناه فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المعنى أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار وسكن في مقعده من النار والعياذ بالله. فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب: الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس كذبا على رسول الله هم الرافضة الشيعة، فإنه لا يوجد في طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نص على هذا علماء مصطلح الحديث رحمهم الله لما تكلموا على أن الحديث الموضوع قالوا إن أكثر من يكذب على الرسول هم الرافضة. وهذا شيء مشاهد معلوم لمن تتبع كتبهم. أما القسم الثاني من الكذب فهو الكذب على الناس. والكذب على الناس نوعان أيضا: كذب
يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى والإيمان، وهو ليس كذلك، بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. فهذا هو النفاق الأكبر الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين ولكنهم يقولون بألسنتهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وشواهد ذلك في القرآن والسنة كثيرة، أنهم أعني المنافقين أهل الكذب، يكذبون على الناس في الإيمان، في دعوى الإيمان وهم كاذبون. وانظر إلى قوله تعالى في سورة المنافقين حيث صدر هذه السورة ببيان كذبهم، فقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أكدوا هذه الجملة بكم مؤكد؟ بثلاثة مؤكدات: نشهد، إن، اللام، ثلاث مؤكدات يؤكدون أنهم يشهدون أن محمد رسول الله. فقال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، في قولهم نشهد إنك لرسول الله، كاذبون. هذا أيضا من أنواع الكذب، وهو أشد أنواع الكذب على الناس، لأن فاعله والعياذ بالله منافق. والنوع الثالث الكذب في الحديث بين الناس، الحديث الجاري بين الناس، يقول: قلت لفلان كذا وهو لم يقل، قال فلان كذا وهو لم يقل، جاء فلان وهو لم يأتي، وهكذا. هذا أيضا محرم ومن علامات النفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. ثم ساق المؤلف رحمه الله الأدلة على تحريم الكذب، منها قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا كان هذا نهيا عما لم تحط به علما، فما بالك بما أحطت به علما وأخبرت بخلافه؟ يكون هذا أشد وأعظم. وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به علما، فكلامه هذا مباح في الأصل ما لم يجر إلى مفسدة. الثاني أن يقوى ما يعلم أن الأمر بخلافه، فهذا كذب واضح صريح. والثالث أن يقوى ما لم يحط به علما ولا يعلم أن الأمر بخلافه، فهذا أيضا منهي عنه. ولا تقف ما ليس لك به علم. فينهى أن يتكلم الإنسان في أمرين، في حالين: الحالة الأولى أن يعلم أن الأمر بخلاف ما تكلم به، والثانية أن يتكلم بأمر لا يعلم، فهذا كله منهي عنه. أما إذا تكلم بما يعلم فهذا أمر لا بأس به. وذكر الآية الأخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من قول نكرة في سياق النفي، ومؤكدة مؤكد عمومها بمن. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي قول تقوله عندك رقيب عتيد، يعني حاضر مراقب يكتب ما تقول. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، يعني نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا لديهم يكتبون. ما أعظم الأمر، كل كلمة تخرج منك مكتوبة تكتب، وسوف تلقى ذلك يوم القيامة
كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك أنت حسيب نفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. فالحاصل أن الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الرقيب العتيد أي الحاضر يكتب كل شيء، كل قول، سواء كان لك أو عليك أو من اللغو الذي ليس لك ولا عليك. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله وكان مريضا يئن من مرضه، قيل له: إن فلانا وأظنه طاووسا يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض. أنين المريض وهو يئن من المرض من شدته يكتب عليه. أمسك رحمه الله عن الإمام أحمد، أمسك عن الأنين وصار يتصبر ولا يئن خوفا من إيش؟ من أن يكتب عليه. هؤلاء الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويعرفون قدر الأمور أمسك حتى عن الأنين. أما نحن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفو، فإطلاق اللسان عندنا كثير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على الآيتين اللتين ذكرهما المؤلف رحمه الله في صدر هذا الباب، باب تحريم الكذب، ثم ذكر الحديث منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ففي هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، فقال: إياكم والكذب، يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه. وهذا يعم الكذب في كل شيء. ولا يصح قول من قال إن الكذب إذا لم يتضمن ضررا على الغير فلا بأس به، فإن هذا قول باطل، لأن النصوص ليس فيها هذا القيد. النصوص تحذر من الكذب مطلقا. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الكذب يهدي إلى الفجور، يعني إذا كذب الرجل في حديثه فإنه لا يزال به الأمر حتى يصل به إلى الفجور والعياذ بالله، وهو الخروج عن الطاعة والتمرد والعصيان. والفجور يهدي إلى النار.
قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ثم حث على الصدق. نعم. ثم قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، أي من الكذابين. لأن الكذب، نسأل الله لنا ولكم السلامة منه ومن سائر الآثام، إذا اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء، وصدق عليه وصف المبالغة فكتب عند الله كذابا. وأما الصدق فحث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: عليكم بالصدق، إذا حدثتم فاصدقوا، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فإذا صدق الإنسان وعود لسانه الصدق هداه إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، يعني يوصل إليها. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية منزلة عالية، هي التي تلي منزلة النبوة، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واعلم أن الكذب يتضاعف جرمه بحسب ما يؤدي إليه. فالكذب في المعاملات أشد من الكذب في مجرد الأخبار. فإذا صار الرجل يكذب في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه صار هذا أشد، لأنه إذا كذب في البيع والشراء فإنه تمحق بركة بيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة الثمن أو زيادة في المبيع فإنه سحت والعياذ بالله، لأنه مبني على الكذب، والكذب باطل، وما بني على الباطل فهو باطل. كذلك الكذب في وصف السلعة، يقول الإنسان مثل هذه السلعة فيها كذا وكذا من الصفات المرغوبة وهو كاذب، فهذا أيضا من أكل المال بالباطل. ومن ذلك ما يفعله بائع السيارات تحت الميكروفون كما يقولون، يعطي الإنسان سيارته هذا الدلال تحت الميكروفون وهو يدري إن فيها العيب الفلاني، ثم يقول عند عرضها للبيع كل عيب فيها ولا يبين العيب الحقيقي، فهذا حرام لا يجوز إذا كان البائع يعلم العيب لكن كتمه وقال للمشتري اصبر في كل عيب، هذا حرام إذا كان يعلم أن فيها عيبا. أما إذا كان لا يعلم لكنه يخشى أن يكون فيها عيب لا يطلع عليه فلا بأس أن يطلب البراءة من كل عيب مشروع، والله موفق.